في نوع كده من التعب ما ينفعش تاخد له مسكن ولا ينفع تروح له الصيدلية ولا حتى ينفع معاه إنك تنام له شوية. عارف إمتى التعب ده بيبان عليك؟ لما بتكون لوحدك وللأسف مش عارف تجاوب على سؤال سهل وبسيط اسمه مالك. أصعب سؤال في الدنيا على فكرة، مش علشان ملوش إجابة، بالعكس ده ليه إجابة وكبيرة كمان، بس مش مترتبة ومتلخبطة زيك بالظبط. احنا تمام، الجملة اللي كلنا بنلبسها زي هدومنا كل يوم، بس كام واحد فينا سأل نفسه وهو بيقولها إنه فعلا كويس ولا بيمثل؟ إحنا اتربينا للأسف على ثقافة اسمها ثقافة الكتمان. ما تشتكيش، كبر دماغك، ما تبانش ضعيف. كل ده خلانا نتبرمج إن اللي يحس يبقى عيل، واللي يعيط يبقى بيشتكي، واللي يقول أنا تعبان يبقى مش قد المسؤولية. بس على فكرة كل ده العكس. اللي بيحس على فكرة مش ضعف، ده لسه عايش. واللي بيعبر عن نفسه على فكرة مش بيدور على شفقة، ده بيدور على نفسه. أنا مش تمام الجملة اللي معظمنا بيكون خايف يقولها، خايف يقولها لاعتبارات كتيرة جدا. خايف يقول أنا مش تمام علشان ما يزعلش اللي قدامه، أو في ناس بتبقى خايفة تقولها علشان ما تبانش إن هي فاشلة، أو في ناس على فكرة مش عايزة تقولها علشان الكلمة ما تتحسبش عليها بعدين. أكتر حاجة مؤلمة في الدنيا إنك تبقى بتغرق ولابس وش العوم كويس وتكتم. والكتمان على فكرة معركة داخلية بس بصوت هادي. ولما تتسجن جوه دماغك وتبطل تحكي، بيحصل ايه؟ بتلاقي نفسك بتقلق كتير وبتتوه وبتفكر 100 مرة في نفس الموقف، وبتحلل بقى كل كلمة وبتراجع كل تصرف، وتفضل تجلد في نفسك بدل ما تطبطب عليه. افتكر مقولة للدكتور جيرارد هوسر، قال ايه؟ قال ان الكتمان مش قوة، على فكرة الكتمان زي السم، بس بيمشي فيك ببطء. علشان كده الناس بتنهار فجأة، مش علشان حصل لها حاجة كبيرة، لا، علشان سكتت على حاجات صغيرة وكتمت جواها. وفي الآخر جسمك بيتكلم. يعني انت لو ما عبرتش وخرجت اللي جواك، كده كده جسمك هينطق. هيلاقي بقى نفسك، هتلاقي نفسك ضربات قلب سريعة، ضيق تنفس، صداع، نسيان، او حتى اكتئاب مقنع، اللي هو انت بتخرج وبتشتغل وكل حاجة، بس انت من جواك ميت، انت مش تمام. حتى أليس ميلر قالت ايه؟ قالت ان المشاعر اللي مش بنتعامل معاها بتتحول لأعراض في الجسم، على فكرة زي اللي قلناها دي. علشان كده انت لو ما نطقتش، كده كده جسمك هينطق. فخد بالك، الناس اللي حواليك مش دايما هتحس بيك ولا هتفهمك ولا هتقدرك. علشان كده انت لازم تكون رحيم مع نفسك وما تقساش عليها، وما تقولش انك كويس وانت فعلا مش كويس. قول ان انت محتاج ان انت تتكلم، قول ان انت محتاج تشتغل على نفسك علشان تبقى احسن، لان مفيش حد في الدنيا هينقذك، ومفيش صوت اهم من صوتك، حتى لو الصوت ده كان صوت بس انت اللي سامعه وجواك، حتى لو هادي. اسمعه واحترمه. سلام.